السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية. طيب دلوقتي اليوم الثاني او الفيديو الثاني بروبلم سولفينج. هنحل فيه حوالي 5 مسائل او 6 مسائل. هنخلص حوالي 30 مسألة، بعد كده هنبدأ ندخل في ال STL، وخلال ال 30 مسألة عشان بس اللي يعرف يلحق هننزل الكورس التأسيسي للسي بلس بلس عشان نخلص منه برضو. تمام وبس. فيلا نخش على السؤال اللي قدامنا ده. تمام، بسم الله. قال لك اعمل دالة بتاخد انتجر نمبر، تمام، وبترجع لك هو ايفن ولا او دي دي. تمام. لو مش مفهوم ممكن يديك هنا امثله، مثلا اهو قال لك انا هديك ايفن اور او دي دي. تمام. مثلا واحد. طيب واحد ده زوجي ولا فردي ولا ايه؟ لا ده زوجي، ده فردي. 21 فردي، طب 2 زوجي. تمام. فانت كل اللي هتعمله هتعمل ايه؟ هتاخد النمبر نمبر مودولايز 2 ايكوال 0. تمام. طيب دي معناها ايه؟ دي معناها انا بقول له لو هو قبل اسم على 2 وما تبقاش حاجه، معنى كده ان هو زوجي. تمام. طب لو احنا جينا مثلا أبقى يعني قسمنا الواحد على الاثنين هيتبقى 0.5. تمام. طب لو قسمنا ال 21 على 2 هيتبقى كام؟ هيتبقى حوالي 10 ونص. تمام. طب ما هو 10 ونص دي ما تبقى حاجه، احنا عاوزينه 10 عدد صحيح. طيب تمام. فاحنا هنبدا نقوله لو هو اتبقى حاجه، لو هو سوري ما تبقاش حاجه. تمام. فانت هترجع لي تقول لي ان هو even. تمام. طيب طب لو هو ما تبقاش تقول لي، لا اسف، لو هو اتبقى تقول لي او دي دي يعني فردي. تمام. اعمل تيستك زي الفل. طب تعالى نحل بالاف العاديه بدل الاف اللي هي الشورت هاند. امسح يا باشا ده. ماشي. هتقول لي ايه اللي يعني الاف العاديه اهو. تمام. هاجي اقول له لو النمبر مودولايز 2 ايكوال 0، يعني لو قبل اسم على 2. ماشي. هنعمل ايه؟ لو هو قبل اسم على 2 هتريتيرن ان هو even يعني زوجي. طيب else لا هتريتيرن ان هو او دي دي وبس كده. حلو يا باشا، حلو يا باشا. تعالى تيست. في ملحوظه، هي الملحوظه خلي بالك عشان هو قال لك مش هترجع لي ترو او فولس، لا انت هتعمل ريتيرن لنص اسمه الاو دي دي، عشان دي غلطه انا غلطت فيها، ممكن يكون في حد غلط فيها. تمام تمام. تعالى كده نشوف حل الناس. سبميت. يلا. ده الشورت هاند. طيب السؤال اللي بعديه، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. your code is here. enjoy. اوكي تمام. طيب قال لك ايه؟ هديك كلمه هترجعها لي معكوسه. مش فاهم. يعني انا مثلا هديك وورلد هترجعها لي اللي هي لورو ولا حاجه زي كده، او هديك وورد هترجعها لي درو كده يعني. المهم هترجع لي معكوسه باي شكل. فهنبدا، بس اول حاجه هنعملها في حياتنا هنكتب مثلا اس اللي هي string يعني. ماشي. وهنعمل empty. حلو قوي. تمام. طبعا هنعمل فور لوب، وركز على الفور لوب دي. هسألك سؤال لو جاوبته هتبقى جامد. ايه هو السؤال ده؟ بص يا نجم.
احنا دلوقتي هنخلي العداد يبدأ من فين؟ يعني احنا لما نعمل انتجر اي ايكوال 0، لا غلط مش 0. ليه؟ احنا عاوزينه يبدأ من الآخر لحد الأول، ويبدأ يرتب لي العناصر دي في الاس، أو يحطها لي في الاس. طب احنا عاوزين نقول له ابدأ يا عم من عند أكبر مش عارف إيه، أو من عند الحاجة اللي هي الإيه؟ يعني مثلا دي مساحتها 4 أو أيوه 4 اللي هو فهو لازم يبدأ من عند الأربعة. فاحنا عارفين إن str دوت سايز او لينس هينفعوا الاثنين مفيش مشكله. تمام. طيب لحد فين؟ اي ايوه، خلي بالك مش اصغر من اي اكبر من او يساوي الصفر. حلو الكلام ده. هتقول لي طب ليه مش هننقص واحد؟ اقول لك لان هو اصلا بينتهي لحد الصفر. تمام، لان الاندكس هو صفر. طيب بعد كده اي بلس بلس غلط، اي ماينس ماينس علشان العداد ينزل. طيب هتقول لي طب ها بعد كده هقول لك هتمسك الاس تعمل لها زائد ايكوال في كل مره. تمام، هتضيف عليها الاس تي ار الاندكس ده. حلو كده، خلصت، جميل كله زي الفل. هتعمل لي ريتيرن للاس وبس لك الموضوع انتهى. تعالى نعمل التست بتاعنا الجميل. حلوه دي والله جميله. طيب السؤال الثالث بيحكي في ايه؟ تعالى يا باشا. قال لك implement a function which converts the given boolean value into its string representation. Only valid inputs will be given. طب تعالى نشوف من جوه هو يقصد ايه. قال لي هديك true هترجع لي true العادية. تمام؟ هديك true هترجع لي true، هديك false هترجع لي false بكل بساطة. تقول لي ايه ده؟ بس كده؟ اقول لك فانت هتعمل ايه؟ هتيجي return ممكن على فكرة تستخدم مكتبة، بس انا ممكن اقول لك على حل تاني. return b true false تستك بس. طيب احنا عملنا ايه يا محمد؟ لك الموضوع ببساطة شديدة. انك هنا بتسأله بتقول له بص يا نجم، البي اللي هي المتغير البوليان، لو خلي بالك انت هنا كأنك بتقول له لو هو صحيح. تمام، لو هو صحيح هترجع عليه ترو على شكل سترينج، لو هو مش صحيح هترجع لي فولس بس بكل بساطه. سؤال عبيط وتافه مش اي مشكله. تمام، هتنبت سبمت، هتلاقي اصلا الحلول اهو نفس الحل بتاعنا. هتلاقي حل تاني، لا فكك من ده، في حل تاني طيب نخش في السؤال الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده السؤال بس محتاج تفكير لقطات بسيطة كده. تمام، قال لك وقت المحاسبة وبتاع for given quantity and the price per mango. المانجو واحدة. calculate the total cost of mangoes but every third mango is free. طيب قال لك ايه؟ قال لك ان في 3 مانجات. لو انت دخلت محل مثلا بتاع فاكهة وبتاع، تمام، ولقيت ان صاحب المحل عامل عرض وقال لك ايه؟ قال لك لو اخدت 3 مانجات تمام فيهم واحده هديه. حلو الكلام، معنى كده انك هتحاسب على 2 بس. تمام، فهو المطلوب منك تطلع التوتال كوست اللي هنا. طيب حلو قوي، هنعمل ايه بقى؟ ركز معايا. تعالى هنا اهو. بص يا باشا،
قال لك لو مثلا انت اخدت 3 منجات، حلو، 3 منجات، فانت هتنقص 1، فهتبقى عدد المنجات 2، وهو هيحاسب على الاتنين دي. طيب مش واضحة. طيب كل 3 منجات لو عملناها رياضة لكل 3 واحدة، يعني 3 مانجو إلى 1. تمام، حلو أوي. هتقول لي طيب معنى كده إن هو 6 إلى 2. جميل، يعني كل 6. طيب يبقى مثلا، يبقى اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى لو احنا ضاعفنا ال6 او زودنا 3 او ايا يكن 3، سوري، يبقى 9 الى 3. حلو قوي. فاحنا لو جينا هنا عملنا 9 على 3 مثلا، اللي هي النسبة اللي احنا عملناها، فده هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 3 منجات هدية. فانت هتنقص ال3 منجات دول، تمام، هتنقصهم من التسعة، هيطلع لك 6. هتضرب في السعر برايس، تمام، خلاص ضربت فيه، تمام. فانت هيطلع لك مثلا وليكن 3، يبقى 6 في 3 يبقى ب 18. تمام، دي كل الفكرة. فتعالى هنا اهو، تعالى بقى احنا عاوزين هنعمل متغيرين بس عشان نسهل الموضوع اكتر. هنخلي فري مانجو اي حاجة، تمام، وهنخلي التوتال كوست اللي هو عاوزها. اوكي، هنيجي هنا هنعمل حسبة بسيطة. احنا اللي فري مانجو طلعناها بايه؟ طلعناها بان الكوانتيتي على ال3. كوانتيتي، انا عامل حاجة غلط. كوانتيتي مقسومة على ال3، تمام. ومعنى كده ان الكوانتيتي الاصلية او الكمية الاصلية، تعال نشوف هتساوي ايه. بس تعال خلاص نطلع، ادينا عملنا التوتال كوست اهو، تمام، هتساوي. احنا عاوزين بقى التوتال كوست دي هتبقى ايه؟ الكوانتيتي الاصليه. الكوانتيتي الاصليه اللي هي ايه؟ تعالى برضو عشان نسهل عليك، احنا عاوزين نغير بقى قيمه الكوانتيتي خلاص عشان هو اخد كميه. كوانتيتي، تمام، هتساوي الكوانتيتي القديمه. كوانتيتي كوانتيتي القديمه اللي دخلها ناقص فري مان، اللي هو فري مانجو يعني. تمام، هو ايه فري مان دي؟ مش فاهم. ده فري مان اي حاجه يعني، اصل فري مان دي يعني حاسه كلمه غلط. المهم، فهنيجي هنا دي توتال كوانتيتي في ايه بقى؟ التوتال ده التوتال كوست كوانتيتي في ايه؟ في البرايس اللي هو ده. اوكي، فتعالى هنعمل هنا برايس، وهو قال لك احسب التوتال برايس، تمام. فهنرجع هنا التوتال، ويبقى زي الفل. سؤال جميل ولطيف وزي الفل. بس يا باشا، جميل قوي. نخش في السؤال اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله. نخش في السؤال تقريبا رقم 5. ماشي، قال لك give a month as an integer from 1 to 12. return to which character. ماشي، قال لك ايه؟ ثواني. for example month 2 فبراير is part of the first character. ماشي حلو قوي. قال لك ان احنا هنقسم السنة ل4 ارباع. حلو يا باشا، حلو يا باشا، 4 ارباع. يعني انت عندك 1 2 3، ده الربع الاول. تمام، تعال نشيل حوار المانجو ده اهو. عندك سوري 1 2 3 دون ربع اول. 4 5 لا احنا ناس منظمين. 4 5 6 ده ربع تاني. 7 8 9 ده ربع تالت.
10 11 12 وده رابع تمام. زي الفل. ما احنا عاوزين تشوف، هنعمل الكونديشن بتاعنا الجميل اللي هو if الرقم اكبر، يعني الرقم اللي هو المنص اللي هو دخله اكبر من الزيرو تمام، واصغر من او يساوي التلاتة، يبقى الريتيرن 1. طب نكمل. اكبر من التلاتة او اللي هو يبدأ من عند الاربعة او خمسة او ستة عادي. المهم هنعمل الشروط، ما نقعدش نهري كتير. يلا هنقعد نهري، يلا يا باشا. عندك اف ماشي، وإلس اف ماشي، وإلس اف تاني ماشي. تعالى بقى اف مانس اللي هو دخلها. لو مانس اللي هو دخلها احنا عايزين بس نبقى الموضوع محدد شويه ماشي. هيبقى اكبر من الزيرو، خلي بالك مش اكبر من او يساوي، ما فيش شهر اسمه زيرو عندنا، في 1 2 3 4 لحد 12 تمام. اكبر من الزيرو والحد شهر 4، يعني لو هو ما بين الفتره دي. طب احنا عاوزين نقول له ان هو ما بين الفتره دي، فهنقول له ايه؟ اللي هي اند، نقول له مانث دي عشان هتلاقي كتير اهو، ونقول له مانث دي لحد اصغر من او يساوي التلاتة، يبقى 1 2 3 ربع اول. هقول له ريتيرن 1 بس. حلو كده. طيب هقول له بقى تاني ارزف المانث ده، خلي بالك اكبر من التلاتة. انا قلت اكبر من التلاتة يعني اكبر من التلاتة ده يعني 4 5 يعني حاجة اكبر من الاربعة تمام. كده انا نظري بقى ضعيف جدا. اصغر من او يساوي 3 سوري 4 5 6، اخيرا الستة اصغر من او يساوي الستة، هيبقى ريتيرن 2 الربع التاني. الزف، تقول لي ايه الالزف؟ بقول لك مانس احنا لسه عاملينها اكبر من الستة يلا بسم الله. 7 8 9 7 8 9 ده الربع التالت، فاحنا اخرنا لحد التسعة، هيبقى return return 3. طيب عايزين نقول له بقى ايه على طول؟ يا لهوي ده الواحد ده انا يعني عيني ضايعه هو. else return 4 وراح بالك انجليزي بس. يا الله، مش انا ما بحبش الاسئله اللي تبقى فاهم تبقى روتينيه زياده او مش روتينيه، فيها تكرار كده. خلاص الواحد المفروض عند المرحله دي، بس علشان برضو في ناس كده كويسه عايزين ايه ان احنا مش مهم بقى. طيب نخش في السؤال السادس. يا الله، السؤال السادس ده بيحكي في ايه؟ قال لك هديك فيكتور، المطلوب منك انك هتحولي القيم بتاعتها، لو موجب تبقى سالب، لو سالب تبقى موجب، وهكذا.
طبعا دي فهنعمل فور لوب هتبدا من الزيرو لحد اخر قيمه، وبعد ما تبدا لحد اخر قيمه تمام، وهتمسك كل اندكس فيهم هتضربه في سالب واحد والموضوع انتهى. هتقول لي ازاي؟ اقول لك يلا بسم الله. فور لوب integer I equal 0 I اصغر من values dot size. خلصت I بلس بلس تمام. هتيجي هنا بكل بساطة وتفاهة، مسألة تافهة خالص، ماشي، هنيجي نقول له values الاندكس هتزود لي الفاليوز اندكس دي تمام، وهتضربها في نفسها سالب واحد بس. شكرا الموضوع انتهى. هتعمل ايه؟ هتريتيرن فاليوز. انا كاتبها صح ولا لا؟ عشان انا مبقتش شايف حاجه. فاليوز بص الغلطه اللي كانت تديني واحده ايرور دي. اعمل تيستك يا باشا. ايه الغلط؟ سيمي كولون. سبحان الله. بس يا باشا، وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. باذن الله الفيديو التاسيسي هينزل قريبا تمام. الفيديو التاسيسي هيبقى كويس جدا وجميل وهيلم حاجات حلوه كتير جدا. ما تنسوش بقى تتابعوني على الفيس واليوتيوب والكلام الحلو ده. ماشي، وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.